وين اخي؟ انت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالين عليه. طبعا ما ضروري احكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبه لنا. هالفيلم بيزرع قيم الظلوميه بالمجتمع، ومهم كتير انك تكون متقن لدور الزلمه، وما حدا فيه يتقن دور الزلمه الا الزلمه. فلهيك راح نعمل اختبار ورقي نختبر فيما اذا كنت بالفعل زلمه او لا. كنت تعرف اني انا ما كنت صمدت كل هالطريق لولا شي واحد بس. ايه البيرتو، بعرف قوة الصداقة اللي بين الشاورما البيرتو، بس هلا صار لازم تموت. كلماتك الأخيرة البيرتو. ايه كنت متوقع. واو، بصراحة أنا بتفاجئ كثير من النتيجة اللي قدامي. فيك تعتبر إن دور بطل فيلم زلمة يزرع قيم الظلومية صار لك. اسمع، حاليا رح نبدأ بأول مشهد. المشهد اسمه الصبر. أول ما تطلع من الباب رح تسمع الراوي عم يحكي عنك، وكل شي بيقوله لازم تمشي عليه بالحرف الواحد. بعرف إني ما أعطيناك نص للمشهد، بس لا تنسى أنت زلمة. خرج الزلمة من الحمام بأكثر شكل ظلومي شهده التاريخ، وبعد ذلك بدأ بالسير في ممر المبنى متوجها نحو غرفة معينة موجودة في نهاية الممر. وعندما دخل لها لاحظ أن الغرفة كانت فارغة إلا شوي ففي وسط تلك الغرفة كان هنالك زر مكتوب عليه كلمة انتظر. وبما أنه زلمة كان الصبر أمرا سهلا بالنسبة له، فالصبر صفة ظلومية بحت. فانتظر الزلمة، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر، ثم انتظر. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. حاليا بدنا نصور المشهد اللي بعده، واللي راح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول. خليك جاهز. في أحد الأيام كان الزلمة يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رآه رجل عادي لقال أوه ماي جاد، وذلك فقط بسبب كمية الظلومية التي تشرشر منه. وفي أثناء سيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأن له. وبما أنه زلمة ابن زلمة قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه، وأكمل طريقه. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. المشهد هذا رح نغرس فيه قيمة الحكمة. حاول تقدم أفضل أداء عندك. خير الزلمة بين خيارين، كان عليه اختيار أحدهما، إما العلم أو المال. ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلمة، فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اجهز بسرعة، هلا في ممثل بده يلحقك، انت بس بعد عنه. وهذا المشهد بدنا نغرس قيمة هي عبارة عن مزيج بين الحكمة والشجاعة. وفي يوم من الأيام كان الزلمة يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل، ولكن الظلومية التي فيه دفعته لأن يتفادى القتال، حتى آل الأمر إلى أن الرجل المختل قد سقط أرضا من التعب. وبهذا يكون الزلمة أثبت أنه زلمة. اسمعني منيح، يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم. لازم تستخدم كل ذرة ظلومية عن لا قرب يخلص الوقت. المشكلة انه بدأت الجيم جام 3 ايام بس. تحس انه لازم يكون اسمه زنقة. بس كان معكم ديم جي عند بيت وبس. هذا اليوتيوب اسمه ديم جي 4. اللقاء.